الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر، وهنيئا لنا ولكم بإدراك هذا الشهر الكريم وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في أداء فريضة الصيام. فالصيام أوجبه الله عز وجل في كتابه العزيز، وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة. مدة بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة لم يكن يصوم رمضان، لم يكن هناك شيء اسمه صيام رمضان. فلما قدم المدينة لم يصوم العام الأول، وفي العام الثاني فرض الله عز وجل عليه الصيام. وفي ذلك العام وقعت غزوة بدر، وعند رجوعه من غزوة بدر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك صدقة الفطر. ففي العام الثاني من الهجرة فرض الصيام وفرضت صدقة الفطر، فكان عند فطرهم تصدقوا على الفقراء، واشترك الناس في فرحة عظيمة جدا لم يعرف لها المسلمون مثالا. أولا أنهم منتصرون في بدر، ثانيا أن الفقراء شاركوا الأغنياء بهذه الصدقات التي تسد حاجة الفقير، وفرضه الله عز وجل في القرآن، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وهو ركن من أركان الإسلام كما تعلمون. جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث معروف بحديث جبريل، وفيه السؤال عن الإسلام، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام 5، وأن رابعها هو الصيام، وخامسها هو الحج. وجاء ذكر هذه الأركان ببيان عددها في حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هكذا جاءت الرواية. وفي رواية أخرى بتقديم الصوم كما في حديث جبريل: وصوم رمضان وحج البيت. فالصيام ركن من أركان الإسلام، وقد بين الله ذلك في القرآن وما قال: شهر رمضان، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأحكام الصيام كثيرة، لكن نحن حديثنا إن شاء الله مختصر عن أصحاب الأعذار في رمضان. علمنا أن الصيام واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، لكن هناك أعذار، فنحن ديننا دين يسر. وآيات الصيام، الآيات التي وردت في أحكام الصيام لها خاصية، هي أنها ذكرت كلها مع بعض، لأن الصوم عادة يكون مسرود في شهر واحد، فكانت أحكام الصيام المذكورة في القرآن ذكرت متتابعة في سورة البقرة. وفي أثناء هذه الآيات يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن صائمون وجائعون، ومع ذلك يريد بكم اليسر. نعم، لأن هذا الجوع يترتب عليه شبع لا جوع بعده، وهذا الظمأ يترتب عليه شرب وري لا عطش بعده.
إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهذا العطش اليوم هو يسر من الله لك، لأنه به ييسر لك بابا آخر لا عطش بعده، وهذا الجوع يسر من الله لأنه محدود ووراءه شبع لا حد له، فالله يريد بنا اليسر. ومع ذلك هناك من الناس من لا يقدر على هذا الجوع ولا هذا العطش، فإن الله تبارك وتعالى رخص له وبين أنه معذور. والذي ذكر في القرآن من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان عذران هما المرض والسفر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فتكرر العذر مرتين في الآيات: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الله الفطر لصاحب المرض وأباح الفطر لصاحب السفر. وقبل أن نبين المرض المراد وكلام العلماء فيه، نريد أن نقول بأن الأعذار المبيحة للفطر فيها عذر خاص ليس هو محل حديثنا، خاص بالنساء، وهو الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت في حال حيض يحرم عليه الصوم، لا يجوز لها ولا يجزئ عنها. بعض النساء ما شاء الله عندها إيمان تقول أنا مطيقة للصوم، لكن الشرع لكن السنة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها فلا تصوم، حتى ولو كانت بدنيا قادرة على الصوم فلا يجوز لها أن تصوم، وإذا صامت فهي عاصية بصومها ولا يجزئها ذلك عن القضاء. فهذا عذر خاص. ومثل هذا العذر عذر النفاس كذلك، المرأة التي في حالة نفاس. أما العذر العام للذكور والإناث فأصله المرض، واختلف العلماء في المرض. بعض السلف قال أي مرض لأن الله أطلقه، ولكن الصحيح أن المرض يقسم إلى قسمين. المرض قسمان: هناك مرض يخبر الطبيب صاحبه أنه إذا صام فإنه سيفقد بعض حواسه، سيفقد بصره، أو يفقد حاسة الشم أو حاسة الذوق أو حاسة المشي، يمكن يصاب بشلل، أو يفقد نفسه وقد يموت. فهناك من الأمراض يكون الصوم عليها من الخطورة بحيث أن الشخص يكون مهدد حياته أو حواسه التي أهم شيء في حياة الإنسان، عقله، شمه، ذوقه، سمعه، بصره، مشيه. هذا النوع من الأمراض الذي يهدد وجود الإنسان أو يهدد وظائفه الرئيسية، الصوم معه حرام، ليس محل رخصة، ولا يجوز لك تفطر الصوم. الصوم هنا يكون حرام، ويكون الفطر واجبا، يكون الفطر واجب ويكون الصوم حرام. النوع الثاني من المرض هو مرض تحصل معه مشقة، يعني شخص مصاب بحمى أو بزكام ونحو ذلك، أمراض وقتية أو موسمية، إذا صام معها قد يتأخر البرء، بدل أن يحصل له البرء في يومين قد يمضي معه أسبوع، وقد يستمر معه حالة المرض مدة رمضان كله، أو قد يزيد الألم. في هذه الحالة يجوز له الفطر. السنة أنه يفطر وأنه يأخذ بالرخصة، لأن الأخذ بالرخصة مما يحبه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيحب أن تؤتى الرخص. وقد حصل أن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله الإمام المشهور، قال حصل أنه كان في نيسابور ومرض مرضا ليس شديدا، فزاره أحد أصحاب الحديث ومنهم إسحاق بن راهويه، فزاروه في بيته، فقال له إسحاق بن راهويه: يا أبا عبد الله هل أفطرت؟ قال له: نعم أفطرت، خشيت أن أعجز عن الأخذ بالرخصة. فهنا الإمام مريض، وهذا المرض يرخص لصاحب أن يفطر، والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان بهذا النوع من المرض صاحبه يسن له أن يفطر، وإذا صام فلا إثم عليه. أما المرض الخفيف الذي لا يحصل معه أذى
فلا ينبغي لصاحبه أبدا أن يفطره، لا ينبغي له أبدا أن يفطره. هذا ما يتعلق بالمرض. إذن المرض ثلاثة أقسام: مرض يهدد وجود الإنسان أو يهدد وظائفه الأساسية، الصوم معه حرام والفطر معه واجب. مرض لا يهدد وجود الإنسان ولا وظائفه الأساسية ولكن تحصل معه مشقة، يكون الفطر معه سنة والصوم جائز. النوع الثاني المرض الخفيف الذي لا مشقة فيه، فهذا لا يبيح الفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر. السفر هنا جاء مطلق في القرآن الكريم، ولكن السفر واختلف العلماء في حده، فمذاهب جمهور العلماء مالكية وشافعية وحنبلية القدامى كلهم يقولون إن السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يكون مسافة يومين، يسمونه ب4 برد، يزيد على 80 كيلومتر، يكون مسافة تزيد قديما، لأن هذه المسافة التي نقطعها الآن بالسيارات في حدود الساعة كانوا يقطعونها في 4 أيام على الإبل، ويقطعها الشخص الخفيف على الجمل في يومين، فهي مسافة طويلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسافة أفطر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فيها أصحابه. فمن يقطع هذه المسافة تزيد على 80 كيلومتر وسافر قبل الفجر، فلا شك أنه وبإجماع المسلمين أنه يجوز له الفطر. لكن هل الأفضل له أن يفطر أو أن يصوم؟ العلماء يقولون إن من لا مشقة عليه في الصوم فالأفضل له هو الصيام في السفر، لقول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. إذا لم تكن هناك مشقة وأنت مسافر الأفضل لك أن تصوم، لأنه أولا في إدراك فضيلة الصيام، وفيه أداء الفريضة في وقتها، لا تدري بعد رمضان تعجز أو لا تعجز. ثانيا ليست هناك مشقة بحيث تكون عرضت نفسك للتهلكة. ثالثا الله تعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم. أما إذا كان السفر شاقا، شخص مثلا من الرعاة وغيره يشد بالإبل أماكن كثيرة وعنده سفر طويل يقطع فيه مسافات، فهذا الأفضل له هو الفطر، وعليه ينزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وبعض العلماء يفصل يقول: بالنسبة لأهل الجهاد في سبيل الله من كان في حالة جهاد فالأفضل له هو الفطر ليتقوى على الجهاد. أما من كان ليس في جهاد فالأفضل له هو الصوم. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج غازيا في فتح مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم قيل له إن الناس حصلت لهم مشقة فأمرهم بالفطر، ومنهم من صام ومنهم من أفطر. فلما يصبحون في اليوم الذي يلاقون فيه العدو قال: إنكم ملاقوا عدوكم فأفطروا فإنه أقوى لكم، إنكم ملاقوا عدوكم فأفطروا فإنه أقوى لكم. فكانت عزمة منه صلى الله عليه وسلم فأفطروا. هذا ما يتعلق بالسفر. هناك أعذار أخرى ليست مذكورة في القرآن نصا، ولكنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تكلموا عليها، وهي العذر الأول الشيخ الهرم، يعني بعض الناس يمد الله في عمره حتى يشق عليه الصوم، وهنا نتكلم على الشيخ أو المرأة العجوز اللذين ليس فيهما مرض من الأمراض المانعة للصوم، يعني ليس عندهم مرض إلا أنهم كبروا وزادوا على 80 أو على 90 فلم تكن فيهم طاقة لأن يصبروا عن الطعام طيلة اليوم، فهذا النوع من الناس يجوز لهم الفطر ويندب لهم أن يدفعوا فدية. ودليل ذلك ما حصل في أواخر الصحابة لأنس بن مالك. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم عمر طويلا، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في الولد والعمر والمال، فاستجاب الله دعاء نبيه، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فطال عمره، مات سنة 93 في البصرة، وهو آخر صحابي مات في البصرة. وعلى هذا يكون عمر 103 سنوات، لأنه يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم قدم المدينة كان عمره 10 سنوات. جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك، ولم يكن لرسول الله أولاد، فكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فكان يوم الهجرة 10 سنوات، ثم عاش 93 بعد ذلك، فالمجموع 103 سنوات. لما كبر في السن لم يكن عنده قدرة على الصوم، فكان يطعم، وكان ربما جمع في اليوم 30 مسكينا فأطعمهم. قال مالك في الموطأ لما روى هذا الحديث قال: والذي أراه أن من كان في هذه الحالة يكفيه أن يطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم تطعم عنه مسكين. هذا ما يسمونه بالشيخ الهرم أو المرأة العجوز. ثانيا العطش، وهذا الحمد لله في هذه البلاد لا يوجد، لكنه يوجد في بلاد أخرى. في بعض البلاد يكون الحر فيها شديد،
وبعض الناس عطش، يعني لا يستطيع أن يصبر عن الشراب طيلة اليوم أبدا. فهذا النوع من الناس إذا ثبت هذا بهذه الحالة فإنه يجوز له أن يفطر وأن يطعم كفارة كحال الشيخ الهرم. الحالة الثالثة الحامل، المرأة إذا كانت حبلى فإنه يجوز لها الفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها. وهنا العلماء ينزلون الحمل أو ينزلون على الحمل حالة المرض، يقولون إن الحامل لها حالتان. الحالة الأولى أن يخبرها الطبيب أنها إن صامت فإنها تفقد نفسها أو حواسها الأساسية، وظائفها الأساسية، أو أن الجنين في بطنها قد يفقد بعض حواسه، قد يولد أعمى أو أصم أو نحو ذلك. في هذه الحالة يحرم عليها الصوم ويجب عليها الفطر، يحرم عليها الصوم ويجب عليها الفطر. ومثل ذلك المرضع إذا كان ولدها لا يستطيع أن يكتفي بالألبان، هذه الألبان الاصطناعية، لأن بعض الأولاد تكون عنده حساسية أو حالة صحية لا يستطيع أن يكتفي بها، والطبيب يخبر أمه بأنها ملزمة بإرضاعه. في هذه الحالة يجوز لها أن ترضع، يجوز لها أن تفطر. والدليل على ذلك ما رواه النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. شطر الصلاة يعني الرباعي يصليها ركعتين. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم. ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم. فإذا المرضع والحبلى إذا كانت تخاف على نفسها أو على ولدها الهلاك أو فقد الوظائف الأساسية يجب عليها حينئذ أن تفطر وتقضي أياما بدل تلك الأيام. أما إذا كانت لا تخاف، عندها فقط عدم ارتياح وعدم قدرة، ولكن الطبيب لم يخبرها بذلك، فإنها إن افطرت فلا إثم عليها، لأنها هي في آخر المطاف الحمل مرض. الحمل داخل في مصنف عند كبار العلماء بأنه مرض، بأنه داخل في جملة المرض، وهذا ما يتعلق بتفصيلها. العذر احنا قلنا أول شيء الشيخ الهرم والمرأة العجوز، ثم ذكرنا الحامل والمرضع. رابعا المشقة. هناك مشقة تحصل لبعض الصائمين، خاصة الصائمون الذين يزاولون أعمالا شاقة، مثل الذين يزاولون مهنة البناء أو يزاولون مهنة النقل ونحو ذلك، خاصة في أوقات الصيف. الحمد لله رمضان الآن هذا العام جاء في وقت البرد، لكنه في وقت الصيف يحصل لأحدهم مشقة حتى يخاف الهلاك على نفسه. فمن حصلت له مشقة يعجز معها على إكمال اليوم فإن الله تبارك وتعالى يبيح له أن يأكل وأن يشرب. ويختلف العلماء حينئذ هل تكون له بقية يومه، بمعنى أنه هو الآن كان يخاف الموت من العطش وشرب، هل يجوز له أن يبقى مفطرا طيلة اليوم لأنه أفطر لعذر شرعي، أو يجب عليه الإمساك؟ اختلف العلماء. فمذهب أحمد رحمة الله عليه أن من أفطر لعذر شرعي بسبب المشقة، أو بسبب مثلا المرأة كانت حائض ثم طهرت في أثناء اليوم، أنها إن زال السبب، هو الآن شرب لم يعد يخاف الموت من العطش، والمرأة كذلك طهرت واغتسلت، مع أن الغسل ليس شرطا للصوم، في هذه الحالة عند الإمام أحمد يجب عليه الإمساك بقية اليوم. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه تكون له بقية يومه. يعني المرأة إذا طهرت في أثناء اليوم، طهرت مثلا الساعة 8 أو الساعة 9 أو الساعة 10، المهم الوقت الذي طهرت في النهار، عند الإمام أحمد يجب عليها أن تمسك، وعند الإمام مالك لا يجب عليه الإمساك وإنما يندب لها فقط. ويذكرون طرفة هي من الصدف لكنها تذكر، ذكرها خليل رحمة الله عليه في المختصر في الفقه المالكي، يقول: فلقادم وطء زوجة طهرت. يعني قادم جاء من السفر كان مفطر وجاء مفطر، وجاء زوجته كانت حائض فطهرت، فيجوز له أن يأتيها في نهار رمضان. هذا على مذهب مالك، لكن على مذهب أحمد لا يجوز، لأن على مذهب أحمد المرأة التي طهرت وسط اليوم يجب عليها أن تمسك، وعلى مذهب مالك يقول هذه أفطرت لعذر شرعي فلها بقية يومها. نذكر بعد ذلك من الأسباب المبيحة للفطر فقد العقل. التكليف أساسه ما هو؟ أساس التكليف هو العقل والبلوغ. التكليف يقوم على ركنين: البلوغ والعقل. فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، وإن كان يؤمر بالصوم على مذهب أحمد رحمة الله عليه، أنه يؤمر بالصوم ليس أمر وجوب. العيال تقول لهم صوموا، فإن شاءوا صاموا وإن شاءوا افطروا، لا يجب عليهم شيء، وذلك لأجل أن يتعود
ورأى غيره كمالك رحمة الله عليه أن الصبي لا يؤمر بالفطر، لا يؤمر بالصوم، وقال إن الصوم قد يضعف من طاقته لأنه في حالة نمو، وإجباره على الصوم قد يضعف بنيته. وعلى العموم نحن الحمد لله في وطننا الآن وقت الشتاء، فينبغي أن يؤمر الأولاد أمر رخص ليس أمر وجوب، من كان منهم يقدر على الصوم، ومن أفطر فلا تثريب عليه. الأمر الثاني العقل، من كان مصاب بمرض عقلي فاقد لعقله، أو شيخ كبير مصاب بفقد العقل الزهايمر أو غيره، فإن الصوم يسقط عنه ولا يجب عليه الصوم. هذه بعض الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، ومن كان عنده سؤال فحي أهلا به. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب جلستكم هذه في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.